بيبدأ الفيلم بقصة بتحكي عن دكتور معروف اسمه دوليتل، وبيبقى عنده القدرة انه يتكلم مع الحيوانات ويعالجهم، وبسبب قدرته على فهم لغة الحيوانات بيشتهر في المدينة كلها لحد ما بتوصل شهرته لملكة انجلترا، فبتقرر انها تكافئه وبتديله قصر يعيش فيه. ولما بيروح القصر بيقرر يخليه ملجأ للحيوانات. وبعد فترة بيتعرف دوليتل على مستكشفة اسمها ليلى وبيعجب بيها، وهي كمان بتعجب بيه، وبيحبوا بعض وبيقرروا انهم يتجوزوا. وفي يوم بتروح ليلى رحلة استكشافية في البحر لوحدها، وبتحصل عاصفة قوية بتخلي السفينة تغرق. وقبل ما ليلى تموت بتدي الخاتم بتاعها للبغبغان وبتقوله يوديه لدوليتل، وفعلا بيروح البغبغان وبيديه الخاتم وبيقوله إن ليلى ماتت. فبيحزن دوليتل جدا وبيقرر من بعدها إنه يقفل القصر ويعيش لوحده مع الحيوانات. بنروح بعدها لطفل اسمه ستيفن، وبنشوفه هو طالع رحلة صيد مع والده في الغابة، وبيكون رافض إنه يقتل الحيوانات أو الطيور لأنه بيحبهم جدا. لكن والده بيقوله يضرب نار على البطة دي، ولما بيضرب ستيفن الطلقة بتيجي في السنجاب، فبيتضايق من اللي عمله وبيقرر انه يعالج السنجاب بأي طريقة. فبياخد السنجاب وبيروح بيه لقصر دوليتيل عشان يعالجه، لكنه بيلاقي القصر مقفول وبيكون خايف على السنجاب انه يموت. وقتها بيشوفوا البغبغان بتاع دوليتيل وبيوريله الفتحة السرية اللي يقدر انه يدخل منها للقصر. فبيدخل ستيفن لكنه بيقع في فخ وبيتعلق في الشجرة، وبتروح الحيوانات والطيور تصحي دوليتيل وبتعرفه ان في ولد دخل القصر. فبيقول للحيوانات تمشيه، وبيطلب من الغوريلا تخوفه عشان ما يرجعش تاني. في نفس الوقت بتدخل بنت اسمها روز للقصر، ولما بتشوف ستيفن واقع في الفخ بتساعده وبتنزله من على الشجرة، وبتقول له انها تبقى حفيدة ملكة انجلترا وجاية عشان تتكلم مع الدكتور دوليتل. ولما بيخبطوا على الباب بيخرج لهم غوريلا كبيرة وبيصرخ بصوت عالي، لكنه بيكون جبان وبيخاف وبيغمى عليه. وبتدخل روز تتكلم مع دوليتل وبتقول له ان الملكة تعبانة جدا وبتطلب منه يروح ويعالجها، لكن دوليتل بيرفض وبيقول لها انه مش عايز يشوف بشر. فبتقول له روز ان الملكة لو ماتت هيطلع من القصر ده هو وكل الحيوانات اللي معاه، لان العقود بتقول انه هيفضل في القصر طول ما الملكة عايشة، اما لو ماتت الملكة فالقصر هيرجع للدولة. وبعدها بيدخل ستيفن من الشباك وبيترجى دوليتل انه يعالج السنجاب، فبيوافق دوليتل وبيبدأ يعالج السنجاب هو وكل الحيوانات اللي معاه، وبينجح انه يخرج الرصاصة من جسمه وبيفوق السنجاب. وقتها بيحاول البغبغان انه يقنعه يعالج الملكة عشان الحكومة ما تاخدش منهم القصر، لكن دوليتل بيكون مصمم على رأيه ومش عايز يروح يعالجها. وبعد إلحاح من كل الحيوانات بيوافق دوليتل أخيرا انه يروح ويعالج الملكة، فبيحلقوا له شعره ودقنه عشان يكون شكله حلو، وبيطلب منه ستيفن انه يروح معاه للقصر الملكي ويساعده في علاج الملكة، لكن دوليتل بيرفض وبيطرده بره القصر. فبيطلع ستيفن وهو حزين وبيشوف عربية روز قدامه، فبيقرر انه يستخبى فيها. ولما بيطلع دوليتل بيرفض انه يركب العربية مع روز وبيقول لها انه هيروح بالنعامة بتاعته. في نفس الوقت بنشوف دكتور اسمه كلير وهو بيكشف على الملكة، وبيقول للوزير ان عندها مرض خطير، والمرض ده اللي بيتصاب بيه بيموت بعد اسبوع بس. وبنعرف انه متفق مع الوزير انهم يسمموا الملكة عشان الوزير يمسك الحكم. وبيوصل دوليتل لقصر الملكة ومعاه الحيوانات، ولما بيقبض الحراس على ستيفن بيقول لهم انه يبقى المساعد بتاعه عشان يسيبوه. وبعدها بيروح دوليتل يكشف على الملكة وبيخلي الكلب بتاعه يشم ريحتها، فبيقول له الكلب انه شامم ريحة زهرة غريبة جدا اول مرة يشمها. وهنا بيبدأ التوتر يظهر على الدكتور كلير، وبيقول للوزير ان دوليتل كان معاه في الجامعة وانه كان دكتور ذكي جدا ومن الممكن انه يكشف خطتهم. وبعد شوية بيقدر دوليتل انه يعرف اسم الزهرة اللي الملكة اتسممت بيها، واللي بيكون اسمها زهرة الظل. وبيقول لهم ان الملكة هتموت كمان اسبوع بعد كسوف الشمس لو ما خدتش العلاج المضاد، ولكن المشكلة ان العلاج ده عبارة عن ثمرة من شجرة الشفاء اللي موجودة في جزيرة عدن. وبنعرف ان الجزيرة دي اسطورية وكل اللي راح ليها مرجعش تاني. فبيقرر دوليتل انه يروح للجزيرة ويجيب العلاج بنفسه عشان يعالج الملكة، وبيحط حشرة في المكان من غير ما حد ياخد باله عشان تراقب المكان وتعرفه بكل الاخبار اللي بتحصل في غيابه، لانه بيكون عنده احساس ان في شخص قاصد يسمم الملكة. فبيتكلم مع روز وبيطلب منها انها تخلي بالها من الملكة وتأكلها بنفسها وما تخليش حد يأكلها. وبعدها بيطلع وبيقول لستيفن انه مش هيقدر ياخده معاه للجزيرة دي لانها خطيرة، وبيطلب منه يرجع للبيت. وفعلا بيرجع ستيفن للبيت وهو حزين عشان ما راحش مع دوليتل. وتاني يوم بيجي البغبغان بتاع دوليتل ومع الزرافة، وبيطلب من ستيفن انه يجهز نفسه عشان يروح مع دوليتل. فبيفرح ستيفن وبيجهز نفسه وبيروح معاهم لسفينة دوليتل، وهناك بيزعق دوليتل للبغبغان عشان يتصرف بنفسه وجاب ستيفن. فبيقول له البغبغان
إن ستيفن ولد طيب وبدأ يفهم لغة الحيوانات ولازم إنه يطلع معاهم في الرحلة دي، فبيضطر دوليتيل إنه يوافق، وفعلا بيطلعوا بالسفينة وبيتوجهوا كلهم لجزيرة عدن. وبنروح للوزير وهو بيقول لدكتور كلير إنه جهز له سفينة عشان يروح ورا دوليتيل، وبيقول له إنه لازم يمنعه إنه يجيب العلاج للملكة بأي طريقة. وبتكون الحشرة بتاعت دوليتيل سامعة كل اللي بيقوله. وبنروح لستيفن وبيشوف السفينة بتاعت كلير وهي ماشية وراهم، وبيقول دوليتيل للحيوانات يشغلوا الآلة اللي بترسل موجات للحيتان، وده عشان الحيتان تيجي تساعدهم وتوصلهم بسرعة قبل ما كلير يسبقهم. وفعلا الحيتان بتيجي وبتحرك السفينة بسرعة كبيرة لحد ما بيبعدوا عن سفينة كلير. وبالليل بيتكلم دوليتيل مع ستيفن وبيقول له إنه هيروحوا للمدينة اللي مراته كانت فيها عشان يجيبوا مذكراتها، لأن المذكرات دي هي اللي فيها الخريطة اللي هتوصلهم. وبيقول له كمان إن والد مراته جون يبقى ملك جزيرة عدن، ولازم إنهم يسرقوا المذكرات من غير ما جون يشوفهم، لأن جون لو شافه هيقتله، وده عشان بيكون محمله مسؤولية موت بنته ليلى، وبيكون فاكر إنه السبب في موتها. وبعدها بيوصلوا للجزيرة وبيكونوا متنكرين عشان محدش يعرفهم، وبيخلي دوليتيل النحلة بتاعته تكلم النمل وتطلب منهم يفتحوا الباب الخلفي بتاع القصر. وفعلا بيفتح النمل الباب وبيدخلوا بيشوفوا قدامهم قضبان حديد، فبيقرر ستيفن إنه يدخل بنفسه ويجيب المذكرات لأن حجمه صغير ويقدر يعدي من القضبان. وفعلا بيعدي ستيفن وبيدخل لغرفة الملك، وهناك بيلاقي الملك نايم وحواليه الأسود بتوعه. وبينزل للقابو وبيلاقي دهب كتير ومعاهم أسد حارس للمكان، وبيلاقي المذكرة وبياخدها، لكن الأسد بيصحى. ولما بيكون ماشي بيلاقي الملك قدامه مع الأسود، فبيعرف دوليتيل إن ستيفن اتمسك وبيقرر إنه يروح يساعده، لكن الحراس بيقبضوا عليه هو كمان. وبعدها بيجيله الملك وبيلومه إنه هو السبب في موت بنته، وبيقوله كمان إنه جاي عشان يسرق المذكرات ومش خايف من اللي ممكن يعمله فيه. وبيخلي ستيفن يطلع من معاه وبيدخل النمر ده عشان ياكل دوليتيل. وبعدها بيروح ستيفن معاهم على المائدة بتاعة الطعام، وبيقول للنحلة بتاعة دوليتيل تروح للسفينة وتخلي الحيوانات يجوا ينقذوا دوليتيل قبل ما النمر يخلص عليه. وفعلا بتروح النحلة للسفينة وبتقول للحيوانات، فبيرمي الدب قنبلة على الحراس عشان يشتتهم. أما الغوريلا فبيروح يهجم على النمر قبل ما يقتل دوليتيل، وبيطلعوا بره القصر. في نفس الوقت بيقدر ستيفن إنه يسرق المذكرات وبيطلع بسرعة عشان يديها لدوليتيل، لكنه لما بيوصل بيتفاجئ إن حراس كلير بيهددوه بالسلاح، وبياخد كلير المذكرات منه. ولما بيسألوا دوليتيل عن اللي هيستفادوا لو الملكة ماتت، بيقولوا إن الملكة لو ماتت هياخد من الوزير فلوس كتير جدا ويبقى غني. ولما بيخلص كلامه بيركب السفينة بتاعته وبيمشي، وبيرمي قنبلة على سفينة دوليتيل، ولكن في آخر لحظة بيطلع كل الحيوانات منها، وبيحس دوليتيل بالإحباط لأن مذكرات مراته اتسرقت، وكمان مش هيقدر يجيب العلاج لأن السفينة اتدمرت بالكامل. وبيقول دوليتيل لستيفن إن سبب بعده عن البشر والعالم هو إنه بيحب مراته جدا ومش مستوعب لسه إنها ماتت. وساعتها بيكون سمعه الملك والحراس اللي معاه، وبيتأكد الملك إن دوليتيل مالوش علاقة بموت بنته ليلى، وبيقرر إنه يساعده وبيديله مركب عشان يكمل رحلته، وبيفرح دوليتيل جدا. في الوقت ده بيخمن إن كلير رايح لجزيرة عدن، فبيخلي الحيتان تراقبه عشان يوصلوا قبلهم للجزيرة ويقدروا يجيبوا العلاج. ولما بيوصلوا بيدخلوا للكهف ده، لكنهم مش بيلاقوا شجرة الشفاء، وفجأة بيخرج لهم كلير ومعاه الحراس بتوعه وبيحاصروهم. وساعتها بيسألهم كلير عن مكان شجرة الشفاء عشان يحرقها، لكن فجأة بيصحى التنين اللي بيحمي الشجرة وبيحرق كل حراس كلير، وبيقع كلير في الحفرة دي. وبعدها بيروح التنين على دوليتيل وبيمسكه عشان يحرقه، لكن بيتفاجئ التنين لما بيعرف ان دوليتيل بيفهم اللغة بتاعته، فبيقول له دوليتيل انه دكتور وعارف انه مريض وهيساعده. وفعلا بيبدأ يعالج التنين، وبيخرج من معدته سيوف ودروع لمحاربين اكلهم قبل كده، فبيتحسن التنين وبيشكر دوليتيل. وبعدها بيوديه لشجرة الشفاء، وبياخد دوليتيل الثمرة اللي هينقذ بيها الملكة، وبيرجعوا لقصر الملكة. وبعدها بيبدأوا العلاج للملكة، وبتفوق في آخر لحظة وبتشوف الحيوانات قدامها. وبيروح دوليتيل للحشرة اللي كان سايبها تراقب المكان، وبيعرف منها ان الوزير هو اللي حط السم للملكة، وبيعرف كمان ان ازازة السم في جيبه. وفعلا بيقبض عليه الحراس وبيلاقوا ازازة السم في جيبه، وبتأمر الملكة الحراس انهم يسجنوه، وبتشكر دوليتيل لانه ساعدها. وبعدها بيرجع دوليتيل للقصر بتاعه بيعالج الحيوانات زي ما كان بيعالجهم زمان، وبيقرر يخلي ستيفن المساعد الشخصي بتاعه. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.